من كام يوم سمعنا عن حادثة غريبة شوية، وهي إن حيوان الوشق المصري دخل قاعدة عسكرية إسرائيلية وهاجم الجنود الإسرائيليين. والقاعدة الإسرائيلية دي بالتحديد موجودة على الحدود الإسرائيلية المصرية في منطقة جبل حريف بصحراء النجب. وهجوم الوشق المصري ده ما كانش عادي، لأنه هاجم 5 جنود إسرائيليين وسبب لهم جروح وخدوش. الوشق المصري ده نوع من القطط البرية اللي بتعيش في الصحراء زي سينا في مصر، وبيعيش على فرائس زي الأرانب والقوارض، وبيبعد عن البشر، عشان كده مش سهل ان حد يشوفه. بعد الهجوم جه مفتش من هيئة الطبيعة والمتنزهات في اسرائيل وقدر يسيطر عليه، وبعدها نقلوه لمستشفى الحيوانات البرية في اسرائيل خوفا من انه يكون عنده سعار، لكن بس لقوا كسور في رجله. الوشق المصري مش بس جذاب، ده كمان طوله بيتراوح من 60 ل 130 سم، واللي وزنه ممكن يوصل من 8 ل 20 كيلو واكتر، واللي بيتميز بفروته البني الذهبي اللي بتديله تمويه طبيعي جدا في الصحراء. من الاخر كده الوشق المصري بيتميز عن اي قطط برية تانية. ده كمان بيلقب بفنان في الصيد، لأن سرعته بتوصل ل 80 كيلو متر في الساعة، واللي بينط المسافة لأكتر من 3 متر عشان يمسك فريسته، اللي غالبا بتكون من القوارض أو من الطيور. ده غير حاسة السمع الخارقة اللي بتخليه يسمع أدق الأصوات حتى في الليل. في العادة الوشق المصري بيحب الحياة الانفرادية ومش بيحب يقرب من الناس، لكن لو حس إنه مهدد أو في ظروف صعبة زي قلة الفرايس أو حتى إنه يجيله مرض السعار بيتغير سلوكه، واللي ساعتها بيظهر فيها بعدوانية ملحوظة. وده اللي بيخلي صورة الوشق المصري تتغير دايما من كونه حيوان خجول وبعيد عن الناس، وانه بيظهر بكل قوة وشراسة في اوقات معينة. من الحاجات اللي بتميز الوشق المصري انه ليه مكانة كبيرة في التراث المصري. المصريين القدماء ما كانوش بيشوفوه كمجرد حيوان، ده كان الحارس المقدس ضد الارواح البشرية للمقابر. النقوش والمعابد القديمة بتشهد على احترامهم للطبيعة وعجائبها، وده مش بيخليه بس مجرد حيوان مفترس، لا ده رمز للقوة والذكاء والتأقلم. للأسف مع التطور العمراني والصيد الجائر الوشق المصري قل بشكل ملحوظ، ده غير ان الظروف البيئية ساعات بتخليه يضطر انه يدخل اماكن مأهولة بالسكان ويهاجمهم. الوشق بيدور على اكله بأي طريقة، ولما الفرائس بتقل بيروح اماكن جديدة، وده يخليه يواجه مخاطر اكبر سواء من البشر او من غيرهم. باختصار الوشق المصري مش بس بطل الصيد في الصحاري، ده كمان عنده قصة كبيرة مرتبطة بالتاريخ والثقافة والبيئة. ومع كل التحديات دي بيحاول يثبت وجوده في ظروف صعبة جدا، لكنه بيظل رمز للقوة والتكيف في الطبيعة المصرية. أنا وليد صفوت، وده برنامج كيميتاوي.